يا ابني انت بارد يلا، عشان دي هتشلني في المونتاج. I need your phone. ماي فون بصور بفيديو. الانكزايتي او اضطراب القلق. الانكزايتي ده موجود من ايام جدي، بس ما كانش فيه فكره مصطلح انكزايتي بالظبط. احنا عصر المصطلحات شويه، بنحب نحط لكل حاجه مصطلح. يعني احب اقول لك ان الانكزايتي اللي عندك دي جدك السبب فيها، لان اجدادنا الناس البركه بتوع زمان دول كانوا مروشين شويه. ده طبعا بسبب البيئه اللي كانوا عايشين فيها، كانوا يا اما بيصطادوا يا اما هم شخصيا اللي هيصطادوا، مبني المجهول وكده يعني. وانهم كانوا على طول في حاله اكشن وسسبنس كده، على طول في عوق بيحصل، فلازم يكونوا على طول مصحصحين كده عشان ما يتاكلوش، يعني ما يتاكلوش حرفيا. ومع تقدم السنين سيبنا الصفات الكويسه، ده الطبيعي، وخدنا الصفات المعفنه، ده الطبيعي برضه. نفس فكره كده مناخيرك الكبيره اللي معقده خلق الله، دي نفس الكونسبت. يعني احنا برضه سيبنا الصفات الحلوه الجميله، الصفات الحلوه بتاعت المصري الاصيل بتاع زمان، وخدنا الانكزايتي. الحقيقه مش الانكزايتي بس اللي خدناه، يعني خدنا حاجات كتير تانية بس مش موضوعنا دلوقتي. المفروض بقى ومن الطبيعي ان العقل الباطن بتاعنا او السب كونشس يكون اتاقلم على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو عليه دلوقتي. ما بقاش فيه اسد يجري ورانا، ولا احنا بنجري ورا غزاله، او قبيله مثلا قررت ان هي تخش وتاخد قبيلتك بدون وجه حق. ده مش موجود دلوقتي على ما اظن يعني. او بمعنى اصح ما بقاش في خطر دائم زي زمان. كان زمان على طول في ستريس، على طول في خوف، على طول في قلق، على طول في اكشن، في هرمونات بتطلع وبتنزل. كان في حاجات. دلوقتي خلاص بقى ما فيش الكلام ده، بالعكس بقى في امان المفروض يعني. فالقلق المرضي او الانكزايتي ديسوردر بيخلي دماغك تفضل في وضع الخطر حتى لو انت في امان، بس عقلك مهيأ لك ان انت في وضع الخطر دلوقتي، فدماغك بتتبرمج على الخطر مود حتى لو انت في امان والدنيا حواليك زي الفل، بس عقلك بيفضل قلقان على طول بسبب وبدون سبب. فبيبقى على طول عندك احساس ان في حاجه وحشه هتحصل، وعلى طول حاسس بعدم ارتياح، احساس غير مبرر يعني. فتخش في توتر وفقدان في الشهيه وارق ووجع في البطن، وساعات بتوصل لضيق في التنفس وضربات قلب سريعه والم في الصدر. دي نفس اعراض البانيك اتاك او نوبه الهلع، لانهم كلهم منفذين على بعض قرايب. الأسباب بقى إن ممكن تخلي واحد يحس على طول إن هو مش مرتاح، وعلى طول متوتر، وعلى طول بطنه وجعاه، وعلى طول حاسس إن في كارثة هتحصل، في كارثة كونية هتحصل، رغم إن مفيش حاجة يعني، مفيش أي أسباب تدل على ذلك، بس هو حاسس بده. إيه السبب؟ السبب بيبقى ساعات من أيام الطفولة، وأيام الطفولة قرفتنا معاها، لأن كل مرة بقعد أقول أيام الطفولة أيام الطفولة. ده يعلمنا ان احنا نربي عيالنا كويس يا جماعه. انا طول الفيديو برضو بصه كده، والمفروض ابص كده زي الفيديو اللي فات، وهكمل. ساعات بيبقى فيه شوك او صدمه جامده في ايام الطفوله، فبتكبر معانا لحد دلوقتي زي كل حاجه في حياتنا برضو، وبتقرر تظهر دلوقتي بقى. هي عقلها ونون ان هي مش هتظهر غير دلوقتي. او بيبقى ساعات تراكمات وضغط نفسي بس على مدى طويل شويه. او الاوفر ثينكينج برضو بيسبب انكزايتي. معظم الناس اللي عندها اوفر ثينكينج هيبقى عندها انكزايتي، والعكس. اوفر ثينكينج اسالنا أنا. لان معظم الوقت الاوفر ثينكينج والانكزايتي مرتبطين ببعض. او ساعات برضو من الاسباب ان بيكون وراثي من جدك اللي اتكلمنا عليه اول الفيديو. هو فعلا الانكزايتي مرض وراثي، ممكن يكون حد من العيله مشخص ان هو عنده انكزايتي وتتنقل للاجيال القادمه يعني. والله الاجيال تعبت معاه. او ساعات بتبقى عاده، هو المخ اتعود فخلاص بقى اسلوب حياته، بقى ده العادي، بقى ده الطبيعي. بدل ما مخك يحارب فكره الانكزايتي او القلق ويهدي الدنيا شويه، لان بيفهمك ان احنا اوريدي في كنترول حاصل، فنهدي الريتم شويه وما نتوترش. لا، هو بيبقى اتعود ان على طول انت هرموناتك ضاربه ومتوتر وانت مش مظبوط كده، مش متظبط. هو مخك اتعود على ده، وطبعا ده بيتعالج كده كده، زي ما مخك خد مجهود ان هو يوصل للمرحله دي، وان هو يفضل على طول في حاله القلق دي او الانكزايتي دي. ممكن ان احنا نعالجها برضه، بس برضه بتاخد وقت. اي حاجه بتاخد مجهود، مفيش حاجه هتبقى كويس فيها من غير مجهود. احنا مش في الجنه هنا. طيب احنا دلوقتي عرفنا مسقط راس الانكزايتي، وجدي وستي وخالي وعمي وكل الاسباب اللي بتسبب الانكزايتي. ايه بقى العلاج؟ انا استفدت ايه لما عرفت الاعراض؟ ما انا اوريدي عارف، ما هي بتجيلي، انا عارفه ايه الاعراض بتاعتها، ما هي بتجيلي كل يوم. انا عايزه الحل. اوكي هنقول الحل يعني. ايه ده، متعصبش. إيه؟ يا ابني انت بارد يلا، عشان دي هتشلني في المونتاج. I need your phone. ماي فون بصور بفيديو. ايه بقى الحل او العلاج؟ كان القرد نفع نفسه. هو الحقيقة في أكتر من سبب للأنكزايتي، فما فيش حاجة اسمها خد الكبسولة السحرية دي فهتخف يعني. ما كانش حد غلب وكان كلنا خفينا. لازم تعرف ايه سبب الأنكزايتي أو القلق اللي عندك عشان نحله. كل بني آدم غير التاني، وكل واحد عنده أسبابه، فأنت لازم تعرف ايه السبب اللي عندك وتشتغل على السبب ده، فالموضوع يتحل. شفت بقى سهلة ازاي؟
بص هو سلوك او عاده، فبالتالي المخ اتبرمج على ده، فهو سلوك او عاده، فاحنا هنحاربه بنفس سلاحه. يعني ايه هنحاربه بنفس سلاحه؟ يعني هنحاربه بسلوك او عاده. هو كمان مخك متبرمج ان هو يقعد يفرز هرمونات التوتر على الفاضي وعلى المليان، فاحنا هنحارب ده بقى. في كتاب اسمه لماذا ننام، لو حد قرأه يعني او لو سمع اوديو، كان في قصه ان واحد راح للثيرابيست وقال للثيرابيست يعني ان هو عايز ينتحر. هو كان بيبي صريح شويه، فعرفه ان هو عايز ينتحر، فالدكتور قال له تمام انا مش هوقفك. مش عارفه ايه الدكتور الغريب ده، بس هو قال له كده. بس قال له بلاش تعمل كده من غير ما تسيب وراك حاجه حلوه، سيب ارث او ليجاسي الناس تفتكرك. فالمهم الراجل ده قرر ان هو يروح كل يوم في تراك كده يقعد يجري. كان هو يعني عايز يحقق زي رقم قياسي، يعني يتقال ان في المكان ده الشخص كان بيجري مثلا في اليوم رقم محترم يعني. فكان الاستاذ طبعا بيقعد يجري على اكل عيشه كل يوم ويروح ينام، فبيروح مهدود فبينام. وفضل يوم ورا يوم بيعمل نفس الفكرة، بيروح يجري يرجع تعبان ينام وهكذا، لحد بعد كده ما لقى نفسه ان الفكرة اتشالت من دماغه تماما ومبقاش عايز ينتحر ومبقاش عايز يعمل كده. ليه بقى؟ بكل بساطة عشان الرياضة والنوم الكويس حللوا المشكلة. الرياضة والنوم الكويس بيقللوا من هرمونات التوتر، بيقللوا من افراز هرمونات التوتر في المخ، بس كده. وده بقى اللايف ستايل بتاعه ومشكلته اتحلت. والدكتور قاعد عواطلي دلوقتي عشان خلاص الراجل مشكلته اتحلت. يعني ايه؟ يعني نفهم ايه من الكلام ده؟ نفهم ان الفكرة كلها في اللايف ستايل بتاعنا. اللايف ستايل بتاعنا يجيب المرض بصراحة. يعني عشان تبقى بني آدم أحسن لازم تحسن من أسلوب حياتك. ما ينفعش تفضل حياتك بايظة وبتعمل حاجات تبوظها أكتر ومستغرب النتيجة، لأنك بتعمل نفس العادة كل مرة وعايز نتيجة مختلفة. أنت بتعمل نفس الفعل كل مرة وطالب نتيجة مختلفة. طب إزاي؟ لو أنت بتعمل كل يوم نفس العادات البايظة اللي بتبوظ حياتك تفضل حياتك بايظة. ولو كل يوم بتحسن من حياتك ولو بنسبة 1% بس، حياتك هتتحسن على المدى الطويل بس في النهايه هتتحسن. فده بقى حل من الحلول، ان هو لقى ان راحته في الرياضه او في الرياضه الجسديه، الحاجات اللي تهلك الجسم او بتروحه مهدود وعايز ينام. ده لا حله في ده. انت ما عليك الا تدور على الحل بتاعك، والحل اللي هيتماشى مع حالتك. بس في برضو شويه حلول تانية هنطرحها دلوقتي. هنطرحها ولا نجمعها؟ للأسف. لو القلق من أعراضه إن أنت حاسس إن في حاجة وحشة هتحصل، فالحل في الموضوع ده هو الإيمان التام بربنا والتوكل على ربنا في كل حاجة في حياتك، وتبقى متأكد وعندك إيمان تام إن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة في حد، وأي حاجة هتحصل لك فهي خير ليك، إذا كان وحشة من وجهة نظرك أو إذا كانت حلوة. أي حاجة بتحصل في حياتنا بسبب عشان يا إما نتعلم منها أو عشان ناخد بيها حسنات فتدخلنا الجنة، أو عشان نكفر بيها ذنوبنا المتلتلة. فأيا كان اللي هيحصل لك فهو خير. إذا كان وحش من وجهة نظرك فهو خير، وإذا كان حلو فهو حلو بقى خلاص. فقول لنفسك أصل إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ إذا كان أسوأ حاجة ممكن تحصل هي خير، ربنا كده كده معايا. يعني في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا أقرب لينا من حبل الوريد بتاعنا. تخيل قرب ربنا لينا قد إيه. ربنا دايما معانا وربنا دايما شايفنا وربنا دايما بيساعدنا في كل لحظة في حياتك، بس أنت مش واخد بالك بحاجة زي كده، بس هو ربنا معانا. فما تسيبش الشيطان يقعد ينخر في أفكارك وكده في دماغك ويلعب في دماغك ويفهمك إن في حاجات هتحصل وحشة، أو لا ممكن يحصل كذا، او لا ممكن يحصل كذا. طب افرض حصل كذا، طب ما هو ما حصلش. احنا بنفترض ليه؟ لما يحصل نبقى نفكر ساعتها، لما يحصل نبقى نعيط ساعتها. احنا ليه بنسبق الاحداث؟ فتاكد وتيقن ان ربنا دايما معاك. اخر جزء في الفيديو في قاعده بتستخدم كده وقت القلق. اشمعنى وقت القلق؟ عشان تضحك على عقلك، يعني عشان تضحك عليه وتهديه كده. وقلنا اتعامل مع عقلك ان هو عيل صغير. قلنا في الفيديوهات السابقه، ولو حد ما شافش الفيديوهات يروح يشوفها ماشي. عشان كده نرجع للقاعده. هي قاعده ممكن تعملها، مش قاعده قوي يعني، هي شويه خطوات كده تعملها لما يجيلك الحاله، وهي قاعده الثلاث تلاتات. هي اسمها كده، مش انا اللي مسمياها والله، بس هي اسمها كده. اول ثلاثه من الثلاث تلاتات انك تبص حواليك وتحدد 3 حاجات انت شايف. اوكي، فانا مثلا بص حواليا، فانا قدامي دلوقتي ايه؟ قدامي التليفون اللي انا بصور بيه، وقدامي كرسي، وقدامي السرير، فبتخلي فيه ادراك. تمام. تاني 3 ركزي واسمعي 3 اصوات، زي مثلا صوت عربيه، صوت تليفون، صوت الراديو، صوتك انت شخصيا. تالت 3 اخر 3 يعني في الثلاث تلاتات، حركي 3 اجزاء في جسمك. مثلا احنا ثابتين كده، تحركي دراعك، حركي رجلك، حركي رقبتك. بتعملي ال3 حاجات دول مع بعض، فانت بتبقي مدركه كل الحواس، بتبقي تمام. حاسه البصر، انت شايفه ده وده وده. انت اول ما تجيلك الافكار القلقيه دي، اول ما تجيلك الافكار المنيله بستين نيله دي، نعمل ايه؟ ركزي في 3 حاجات حواليكي، اسمعي 3 حاجات
حواليكي حركي 3 اجزاء في الجسم بس كده خلاص. انا شفت دكاتره كتير بيتكلموا عليها فقلت اقولها لكم، يعني ممكن تكون تساعد حد فيكم، لان هي بجد مفيده. هي هدفها ايه؟ ان انت بتفصل مخك عن الخيالات اللي عنده دي وبتجيبه للواقع، بيكسر الاستجابه للتوتر والقلق وبيرجعك للحاضر. فانت بتعملي حاجه زي دي عشان تفصلي التوتر، تفصلي الحبل التوتر اللي دماغك عاملاه، فبتلاقي نفسك هوب اتشقلبتي للحاضر والواقع الأليم، فتقولي لا انا عايزه ارجع لدماغي تاني. سوري مش قصدي والله. لا بس هي بجد فعلا فكرتها ان هي بتقطع الافكار، بتقطع حبل الافكار، لان دماغنا بجد بتسوحنا. فهي فكرتها كلها يعني المغزى منها ايه؟ ان هي بتفصل مخك، بتخليك حاسس باللي حواليك، مدرك بالحاجات اللي حواليك، عشان كده فيها تريننج للحواس. وبس كده. انا هاجر منصور، ودي كانت نهايه حلقه النهارده. ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتابعوني على التيك توك، وان شاء الله يبقى فيها انستجرام في المستقبل يعني، بس واحده واحده كده. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس واشوفكم الحلقه الجايه. ممكن تكتبوا لي عايزين نتكلم في ايه برضو. باي باي.